ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا الفيديو اللي فات. النهارده بقى راجعه لكم كده في فيديو جديد كله طاقه ونشاط وحماس كده، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه دخول رمضان. ان شاء الله نعمل مع بعض الفتره اللي جايه فيديوهات كمان احلى واحلى، ونشجع بعض كده في التنظيفات قبل دخول الشهر الكريم. النهارده كده هنعمل مع بعض تنظيف التلاجة. هننضف مع بعض كده التلاجة، هنضفها ان شاء الله تنظيف حلو كده وعميق. اتمنى كده تتحمسوا وتتشجعوا وتتنشطوا، ويلا بينا نسمي بالله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش، لو انت اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تحطوا لي تشترك في القناة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو، وما تنسوش تقولوا لي انتوا بتتابعوني من انو بلد. ويلا بينا نسمي بالله ونبدأ الفيديو بتاعنا. النهارده زي ما قلت لكم كده هنعمل مع بعض التلاجة عندي كانت عايزه اقول لكم بقالها فتره طويله ما عملتهاش، طبعا عشان البيبي طبعا وكده ما كنتش عارفه اعملها خالص. كنت بس بنضفها كده يعني من فوق الوش، مش تنظيف بقى عميق اللي انا افك الارفف واغسل واعمل كل الكلام ده كله، لا ما كنتش عارفه بصراحه اعمل كده خالص. المهم بقى قلت لا مش هينفع كده. طبعا عشان دخول رمضان وكده فلا نمسكها كده ننضفها، وان شاء الله كده نخليها زي الفل زي الشمعة كده باذن الله، ونرجعها جديدة من تاني. عايزه اقول لكم ان انا دخلت المطبخ يمكن من الساعه 4 ما طلعتش منه الا الساعه 8 او 7 ونص، لا 8 بجد. طلعت الساعه 8 منه، وعايزه اقول لكم ان انا اعمل حاجه واقعد شويه واعمل حاجه واقعد شويه لما طلع عيني حرفيا اليوم ده، اليوم اللي كنت بعمل فيه التلاجة. عايزه اقول لكم ان انا عامله لكم الفيديو ده يمكن من يوم السبت او الحد. تمام. مش عارفه انزله. طبعا عشان يعني عايزه اقول لكم منتجته بس في يوم، ودلوقتي اهو قاعده بسجل لكم في يوم تاني خالص، بسجل لكم الصوت الفويس. تمام. بصوا هنا كده كنت بوريكم بقى شكل الارفف كان عامل ازاي، كان بجد فظيع، كان رايح في داهيه خالص. والتلاجة طبعا يعني كمان اللي مشجعني ان هي كانت فاضيه، فقلت لا انا بقى امسكها كده اغسلها غسله محترمه قبل كده كمان منزل السوق واجيب لها الخزين بتاعها والكلام ده كله. فبس بقى فضيت التلاجة كلها يعني انا بقول كده كل البنات اول ما تبتدي تغسلي التلاجة تبدأي منين؟ هتمسكي التلاجة هتفصليها الاول طبعا قبل اي شيء، عشان في ناس انا بشوفها بتغسل التلاجة والتلاجة شغالة، التلاجة هم مش فاصلينها، لا طبعا. لازم اول حاجة نمسك التلاجة نفصلها الاول. تمام. ولو هي زي حالاتي كده بتعمل تلج هتستني شوية ساعة ساعتين تلاتة، هتفتحيها بس الاول، وخصوصا الفريزر تفتحي الباب بتاعه بحيث ان التلج بتاعه يسيح. تمام. تمام. المهم هنمسكه بقى كده بعد ما التلج ساح اهو، هنبتدي نشيل الحاجة اللي كانت في التلاجة، نحطها كده على رخامة من على جنب، ونشوف بقى لو في حاجة بايظة حاجة مش نافعة حاجة محتاجة، كل الكلام ده هنفرزه طبعا وهنطلعه. تمام. حلو كده حلو كده. المهم بعدين هنمسك بقى الارفف هنطلعها كده واحدة واحدة. وطبعا انا ببدأ زي ما انتوا شفتوا في بداية الفيديو، انا ببدأ الفريزر الاول، لان الفريزر بيكون اقل يعني ايه مش متوسخ قد كده زي باقي التلاجة، بيكون في النظافة بتاعته في التنظيف اسفة، فبيكون اسهل واهون يعني من باقي التلاجة. فانا بصراحة بحب ابدأ بيه. شوفوا انتوا بتبدأوا بايه واكتبوا لي كده في الكومنتات. تمام. بس بقى المهم ببدأ زي ما قلت لكم بالفريزر. تمام. وبعد كده بنزل على التلاجة بقى من تحت. تمام. اللي هي بقى التلاجة كلها بقى الباب بقى والكلام ده كله. هنا زي ما قلت لكم اهو، انا كده ببدأ الاول اهو بالفريزر. بصوا بنزل ده مية اللي انتوا شفتوني بلمها بالفوطة دي كانت مية. طبعا بعد ما التلج ساح انا بلم كل ده بالفوطه بتاعتي. طبعا الفوطه دي انا ما بستغناش عنها في كل التنظيفات، ويمكن انتوا عارفين الكلام ده كويس انا قايله لكم. تمام. هنا بقى بعمل باب الفريزر بس عشان الاضاءه فمش مبينه لكم قوي الفريزر من الباب بتاعه، الباب اللي هو اللي من جوه الداخلي. تمام. بعد كده زي ما قلت لكم اهو بنزل على التلاجة اهو من تحت زي ما انتوا شايفين. طبعا قبل اي شيء انا بكون غاسله الارفف. تمام. بكون غاسله الارفف وبسيبها كده تنزل ميتها، ارفف التلاجة كلها بسيبها كده تنزل ميتها على مهلها، وبعدين بدخل على تنظيف التلاجة اللي هو الداخلي. تمام. اهو كده انا خلصت اهو،
وشطافة التلاجة انا بكب فيها ميه عادي جدا، ما بمسحش بفوطه. كنت الاول بمسح بفوطه، بس انا دلوقتي كانجاز للوقت وكنظافه على فكره، وما بيأثرش خالص على التلاجة، عشان بس ما الاقيش حد طالع لي في الكومنتات وبيقول لي لا انت كده بتأثري على نظافه على التلاجة نفسها، او تعمل برومه او لا لا، مفيش الكلام ده خالص. انا تلاجتي اللهم بارك، انا ما شاء الله من يوم ما اتجوزت اللهم بارك اللهم بارك الحمد لله ما حصلهاش اي حاجه، تمام، وكويسه وشغاله وزي الفل، تمام. هنا بقى كده خلاص، كنت خلاص عملت الرفوف، تمام. وبعدين برصها كده زي ما انتم شايفين، وهتشوفوا بقى التلاجة هترجع زي ما كانت جديدة وزي الفل ومفيهاش اي حاجة. هنا بقى كده بشيل الحاجات اللي انا كنت جايباها دي. الحاجات دي جميلة جدا يا جماعة، اذكار الصباح والمساء، وكل اعوذ برب الفلق وكل اعوذ برب الناس، المعوذتين تحفة جدا جدا جدا. وهنا بقى كده بغسل باب التلاجة كمان، اغسلوا كده بالميه والصابون، وبصوا عيشوا حياتكم، بس يعني تخلي بالكم من حاجتكم، اللي هو لا انا حاجتي الحمد لله تمام وكويسه مش هتبوظ. فاهميني ازاي؟ يعني بصوا انا بكب ميه، بس بكب ميه بحرص كده، مش بقى بكب ميات بقى وبتاع والكلام ده كله، لا لا مفيش الكلام ده طبعا. وبس كده هنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش كده في لايك حلو منكم، ما تنسونيش في اشتراك في القناه. بس كده بحبكم كلكم في الله، باي باي.